وقصتنا النهاردة بقلم أحمد محمود محمد. ما تبقاش مستغرب لما تسمع إن فلان أذى فلان، أو إن أخ قتل أخوه، أو إن الصديق غدر بصديقه. قصتنا النهاردة قصة حقيقية بتتكلم عن محمد بدر من اسكندرية. محمد شاب عنده 18 سنة، كان عنده صاحب من أعز أصحابه اسمه زياد، وكانت كل خروجاتهم مع بعض بيروحوا وبييجوا مع بعض زي أي 2 صحاب وفي مقام الإخوات. في يوم جه زياد وبدأ يجيب سيرة أخت محمد بالسوء وبكلام مش كويس، وطبعا جرى العرف عندنا في مصر إنك لو سمعت كلمة عن بنت من أي حد بتصدق. محمد زي أي شاب دمه حامي على أهل بيته ما قدرش يستحمل كلام زياد، ومسك كرسي وكسره على دماغه وسابه ومشي وقطع علاقته بيه. بعدها بكام يوم بيكون محمد ماشي في مكان لوحده، وبيطلع عليه زياد ومعاه 3 تانيين بيجروا بسرعة وراه وعايزين يضربوه. لحسن حظ محمد كان في 2 أصحابه ماشيين في نفس المكان ولحقوه وقدروا إنهم يضربوا زياد وأصحابه. نتفاجئ بعدها بفترة أم زياد بتكلم أهل محمد وبتعزمهم علشان تصالحهم على بعض، وده اللي كان واضح للكل. ومحمد راح بحسن نية هو ومامته واخته وباباه اللي أصغر منه، وأم زياد عارفة إن محمد واخته مش بيشربوا الشاي قدمت ليهم عصير. بس بعدها بكام يوم بدأت حاجات غريبة تحصل مع محمد، والحكاية بدأت الساعة 1 بعد نص الليل لما كان قاعد بيتفرج على فيلم أجنبي، وفجأة النور انقطع. وبيقول في اليوم ده كان الجو كان عادي جدا، لقيت البرق اشتغل بطريقة غريبة، ومع أصوات البرق في الضلمة دي أنا كنت مرعوب، أنا كنت خايف جدا. المهم ما اهتمتش قوي ودخلت أوضتي، ولعت شمعة وشغلت أغنية أنا بحبها، وفضلت قاعد على سريري أسمعها بالهاند فري. اتفاجئ باصوات غريبه جدا جايه من شباك اوضتي، ما كنتش عارف دي اصوات ايه. سبت الفون والسماعه على السرير ورحت اشوف دي اصوات ايه. اصوات كتيره داخله ببعضها، ودي ما كانتش اول مره تحصل معايا. صوت حد بيتخانق، وصوت قطط مرعب جدا، والدنيا ضلمه. لما بصيت من الشباك ما كانش في اي حاجه خالص غير حمامه لونها ابيض وعيونها حمرا زي الجمر. والغريبة اني كنت شايف رغم الضلمة. حاولت ان ابعدها من هنا بس فضلت بص عليا ومبرقالي جامد. قمت قافل الشباك كويس ورجعت اسمع الاغنية. لقيت التليفون فصل شحن رغم اني كنت لسه شحنه كويس. لما شغلته تاني لقيت الاغنية مش عاوزة تشتغل والهاند فري باظت. كنت غضبان جدا ومتضايق، بس ده كله كوم، والخيالات والأطياف اللي كنت بشوفها في أوضتي كل ليلة كوم تاني. أنا حرفيا كنت بشوف كائنات غريبة، كائن زي الإنسان بس طويل ورفيع وجلده كله أبيض زي الحليب. وكنت بشوف خيالات ستات سودة ورجالها وشوش مرعبة وحاجات في قمة الرعب. كمان كنت بحس إن في حد معايا في الأوضة، بحس دايما بهمس وحد بيكلمني، لكن الصوت بيكون بعيد عني ومش واضح. دي كانت بدايتي، انما اختي كانت بدايتها اصعب مني شويه. قبل مني بيومين كانت اختي نايمه في اوضتها عادي، وفجاه نسمع صوت صريخها صحى البيت كله. جرينا عليها لقيناها قاعده ورا الباب وعيونها بيضه جدا وباين عليها الخوف، وبتترعش وعماله تقول ابعدوا عني ابعدوا عني ابعدوا عني. شافت كيان او كائن غريب كان مرعب جدا وكان بيحاول يهاجمها. جبنا شيخ كان معرفة والدي وقرأ شوية أذكار وقرآن وأدعية، وأختي بقت كويسة إلى حد ما. وهو خارج بص عليا وقال لي ابعد عن النار يا حبيبي وقرب لربنا شوية. ومن يومها والحاجات المرعبة دي زادت، وأنا كنت من عاداتي بنام وبحضن المخدة زي أي واحد عادي يعني. فأنا بحس أحيانا إني حاضن حد بجد، وبحس بحد نفسه جنبي. المهم جيت بالليل الساعة 1 تقريبا وكنت حاسس إني عايش في جهنم. لقيت جسمي نار وحرارته عالية جدا، الجو حر جدا وعمال أعرق ومغرق الدنيا عرق من كتر الحر.
ودي حاجة غريبة اول مرة تحصل لي، ده احنا في عز الشتاء. المهم دخلت الحمام، قلت ارطب جسمي شوية، وفجأة المية تسخن ووصلت للغليان، وكنت هتشوي تحت الدش، كانت هتموتني. خرجت بسرعة من تحت الدش، لقيتها رجعت عادي جدا. وقفت قدام المراية بقول في سري، هو ايه اللي بيحصل معايا ده؟ وليه بيحصل لي انا بالذات؟ واتفاجئت بواحد واقف ورايا، انا شفته في المراية اسود وعيونه بيضة وشعره محروق وشكله يرعب الجن نفسه. اتخضيت وببصت ورايا، ما لقيتش اي حاجة خالص. واليوم عدى. بعدها تاني يوم كنت واقف قدام المراية في النهار تقريبا، وعادي بظبط نفسي عشان خارج، واتفاجئ مرة واحدة بالراجل اللي شفته امبارح، وما كانش لوحده، كان معاه صاحبي اللي مات من فترة. وشوية تانيين ولقيت صاحبي بيقول لي، سمعت كلامه ليه يا محمد؟ لاني كنت سألت واحد صاحبي هو ليه بيحصل لي كده، قال لي ابعد عن الاغاني واسمع قرآن. وانا قبل ما ادخل الحمام كنت مشغل قرآن. اول ما شفت صاحبي عرفت انه مش عاوزني اقرأ قرآن وعاوزني اكمل سماع الاغاني. المهم اشكالهم دي بدأت تتحول، وصاحبي وشه طبيعي، ببص للتاني لقيته محروق لدرجة انه مخه ظاهر ووشه في منتهى الرعب. بعدها اغمى عليا، محسيتش بنفسي غير الساعة 2:30 بالليل وانا واقع في الحمام. معقولة انا واقع كل ده ومحدش حس بيا؟ معقولة انا مش مصدق؟ ده انا لسه داخل الحمام، يعني انا مغمى عليا من العصر لغاية نص الليل. ببص على ايدي لقيت علامة شبه الحرق كده، كانت بتوجعني جدا، وكنت حاسس بألم شديد في راسي كأن حد خبطني عليها بآلة حادة. جريت على ابويا صحته وحكيت له كل اللي حصل، وببص على ايدي علشان اوريله العلامة، لقيتها اختفت وملهاش اي اثر. كل اللي كنت مستغربه ازاي وانا واقع الفترة دي كلها محدش حس بيا ولا حد لاحظ غيابي. المهم اتصل بالشيخ فرد عليه وقال له، ما تخليش ابنك يخرج من الأوضة لحد ما اجيله مهما حصل، خليه ما يخرجش. دخلت اوضتي وفضلت مستني لحد اذان العصر تاني يوم، والشيخ ما جاش. بنرن عليه التليفون مغلق، لحد لما اخيرا رد علينا وقال ان في ناس بشرتهم سودا قوي جم خدوه في عربيه ملهاش نمر عشان محتاجينه ومشوا، ومن الوقت ده ما نعرفش مكانه ولا هو فين اصلا. ويعدي ساعة او 2 ويجي الشيخ ويقعد معايا، وقعد يقرأ قرآن في البيت كله، وسألني حصل معاك ايه؟ حكيت له كل اللي حصل، فطلب من والدي شوية مية في كوباية وبدأ يقرأ عليها ويشرب منها. انا في الاول كنت عادي جدا، بس هو كان بيقرأ وبيبص يمين وشمال وكان متوتر ومرتبك خالص. اداني شوية مية شربتهم، وبعدها حسيت بصداع ودماغي تقلت، وايديا ورجليا كلهم بدأوا ينملوا، وحسيت بموجة نار قايدة في جسمي، وفجأة اغمى عليا، ما حسيتش بنفسي غير والشيخ بيصحيني. ولما سألت والدي حصل ايه، قال لي انت اغمى عليك والجن اتكلم بصوت مرعب ومخيف، واكتشفنا ان معمول لك عمل موكل بيه جن من عائلة كبيرة في عالم الجن، انك تشوف تهيؤات وخيالات ومستقبلك يتدمر خالص لحد ما تتجنن. واختك كان معمول لها عمل بجن عاشق يعشقها ويمنعها من الجواز والخلفة طول عمرها، وانت واختك مع الاسف كنتوا شاربين العمل ده، بس الشيخ الحمد لله قدر ان هو يبطله. وسأل ابويا الشيخ، مين الناس اللي اخدوك من بيتك النهارده؟ الشيخ استغرب، ناس مين؟ انا ما خرجتش من بيتي. ازاي؟ ده انا رنيت عليك كتير وتليفونك كان مقفول، لحد ما ردت عليا واحده وقالت لي ان في جماعه جم اخدوك وما تعرفش عنك حاجه. جماعه مين؟ انا ما خرجتش النهارده خالص. انت متاكد يا ابو محمد انك رنيت عليا في البيت؟ اقسم بالله رنيت عليك في البيت، واللي ردت قالت زي ما بقولك كده بالحرف. وبيطلع التليفون علشان يوريه الرقم، ملقاش اي سجل للمكالمه، اصلا المكالمه ما حصلتش نهائي. ازاي ده؟ محدش يعرف، بس الشيخ فهم ان دي حركات جن عشان يعطلوه انه يروح لمحمد، بس الحمد لله ما نجحوش. فسألت ابويا مين اللي عمل العمل ده؟ قال لي ام زياد عملته عند الدجالة اللي محدش بيقدر عليها. ازاي وامتى اصلا؟ رد عليه الاب وقال له لما رحنا وقعدنا مع بعض عشان نتصالح وشربتك انت واختك العصير. وقتها
ابويا اخد الشيخ وراحوا عند ام زياد عشان يتصرفوا معاها. وتفتكر لو انت مكان والد محمد هتعمل ايه في الست دي؟ بس الناس دي عملوا باصلهم وتربيتهم الصح وما عملوش مشاكل خالص. دول اتجمعوا مع بعض وجابوا عقد مضوا كلهم عليه، والعقد ده بينص ان محدش يتعرض للتاني، ولو حصل يبقى الطرف التاني يدفع شرط جزائي 100,000 جنيه. ومع نهاية قصتنا عرفنا ان الطعنة ممكن تيجي من اقرب الناس، علشان كده خليك دايما حريص، ثق في الكل بس ما تديش ثقة كاملة.